السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم. حابب بس ابدا الفيديو وانا ببدا في الفيديو كده اقول الناس اللي متابعاني اكيد مبسوطه، او الناس اللي شفت الفيديوهات اللي انا نزلتها قبل كده اكيد مبسوطه، لان 99% من الناس اللي بتشوف الفيديوهات اصلا مش مشتركه معانا، بس تمام يعني. ما تهمناش الحاجات دي، اهم حاجه الناس بتشوف الفيديوهات وتعرف المعلومات، لان احنا بنجيب المعلومات من مصادر. المهم ان المعلومة اللي انا قلتها ان الاهلي يميل الى جلب مدرب اجنبي تاني. الاهلي يميل الى جلب مدرب اجنبي، وفي النهاية كده قلت لك وفي حالة عدم توافر موفر مدرب اجنبي سوف يميل الى المصري. طب مين المصري اللي انا اتكلمت عليه؟ كابتن حسام البدري. اتكلمت وقلت يا جدعان كابتن حسام البدري هو المصري الاقرب لتدريب النادي الاهلي، وطلعنا واتكلمنا والكلام ده، والفيديو جاب مشاهدات يعني مش عالية جو، بس جاب مشاهدات والناس اتفرجت يعني. عشان كده انا بقول الناس مبسوطة، لان في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي والقرار ده اطلع اكدهولك بعد ماتش النهاردة او بكرة، يعني بعد الماتش. تمام. والنهاردة الماتش هيتلعب بالليل، بكرة اطلع اكد لك القرار او ما اكد او انفيه. حسام البدري لو الأهلي لم يذهب إلى الدوري أبطال إفريقيا ولعب الكونفدرالية، حسام البدري هو مدرب النادي الأهلي بنسبة تتعدى 80%. خد الخبر ده، وعلشان خاطر احنا بيبقى لنا السبق، احنا دايما لنا السبق. حسام البدري في حالة حسام البدري في حالة عدم تواجد النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هو مدرب النادي الأهلي في الفترة القادمة بنسبة تتعدى 80%. والكلام ده بعد شد وجذب وكابتن سيد عبد الحفيظ والناس دي. طب نجرب التجربة البرتغالية، نجيب الراجل نشوف بتاع بنفيكا. طب بتاع بنفيكا مش عايز يجي مصر. طب نشوف جوميز، لا جوميز فيه عليه فلوس والدنيا وبتاع وكان بيدرب طيب في ايميلات اتبعتت لجوميز وفي عن طريق وكيل يعني، بس الموضوع لسه مخلصش يعني. بس المهم ان الاهلي لو في حالة عدم لعب الاهلي دوري ابطال افريقيا، الاهلي هيكون موجود حسام البدري بنسبة تعدى 80%. طب لو الاهلي هيلعب دوري ابطال افريقيا، حصل والاهلي هيلعب دوري ابطال افريقيا، لعبجتي الموضوع هيختلف شويه ازاي؟ لانه هيدور على مدرب اجنبي، هيكون السبق المدرب الاجنبي. طب ما انا بقول بنسبه حسام البدري لو لم هتبقى لو لم يحصل دوري على لم يصل الاهلي الى دوري ابطال افريقيا هتكون نسبه 80. طب لو الاهلي ما صعد دوري ابطال افريقيا، لا هتبقى النسبه كام؟ هتبقى النسبه بتاعته من 50 ل 60%. يعني هتبقى ليه النسبه الاكبر؟ هتبقى ليه النسبه الاكبر، لان هم مش عايزين دلوقتي. حسام البدري كابتن عنده كابتن مدرب عنده شخصيه، درب الاهلي، حصل مع الاهلي على بطولات كتيره، مدرب قوي بيعرف يسيطر على اوضه اللبس، بيعرف يسيطر على النجوم. وشوفنا ده كله ده في الفتره اللي دربها حسام البدري مع النادي الاهلي قبل كده، واشتغل كتير مع النادي الاهلي حسام البدري. وحسام البدري يعني حصل مش خبر اهو، خبر صريح. حسام البدري تم التواصل معاه عن طريق جس النبض، تم جس نبض حسام البدري. حسام البدري قاعد فين دلوقتي؟ قاعد في ليبيا. طب حسام البدري ايه هو رد الفعل؟ حسام البدري مرحب بالموضوع جدا. تمام. حسام البدري مرحب بالانضمام لتدريب النادي الاهلي جدا. تمام. فاذا فحسام البدري دلوقتي هو الاقرب عن اي وقت مضى. وبعد مباريات النهارده ما تخلص افضل بقتي ايه ان شاء الله الاهلي يكسب يعني، الاهلي يكسب والناس التانية. مع ان محمد الغازي مش هيسيب الاهلي يكسب ويشو، مش هيسيب الموضوع ده كده يعني، بس تمام. لازم الاهلي يشوف حل، والحل هو حسام البدري. حسام البدري احنا بنطلع، وخلي بالك احنا عندنا السبق اهو.
السبق في ان انا قلت لك حسام البدري هو المدرب المصري الاقرب، والنهارده بقول لك حسام البدري اقرب عن اي يوم مضى، وحصل تواصل. انا طالع النهارده مش عشان اقول لك المعلومه اللي فاتت، لا انا جايب لك معلومه جديده، هو انه تم التواصل مع حسام البدري، لكن تم مش التواصل اللي هو تواصل رسمي، لكن هو تم جس النبض عشان خاطر ما يروحش ويبعت ايميلات وبتاع ويبقى تواصل رسمي. لا مش تواصل رسمي، يشوف الراجل هل هو الراجل هيقبل ولا مش هيقبل. لا هو مرحب بالموضوع جدا، ودي معلومة جاية من الإدارة بتاع النادي الأهلي، جاية من أشخاص موثوق منها. حسام البدري موافق على التدريب ومرحب بالموضوع جدا، يعني الراجل مرحب بالموضوع، يعني خلاص اقتربت خلاص. الراجل ده اللي يخلص الماتشين ده ويتوكل على الله يمشي. وبخصوص العقد بتاعه فهو هياخد 6 شهور، ودي معلومة محدش هيقولها لك برضه. الناس بتطلع تتكلم بتقول لك ده هياخد لحد شهر معرفش ايه، وهياخد 3 شهور وهياخد 4 شهور. الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط. الراجل اللي عندنا ده بتاع الراجل اللي عندنا، لا ده هياخد 6 شهور، هياخد مرتب 6 شهور هو والجهاز الفني المعاون بتاعه. تمام كده. اه وبخصوص الحته التانية اتكلم فيها الصديق العزيز محمد شوقي يعني. فمحمد شوقي اتكلم في احمد عز. احمد عز اللي هو احمد عز ده يعني يعتبر من القدوه، يعني راجل من الناس المحترمه جدا، راجل قوي، كتكتيك قوي جدا. هيمسك مرشح يعني ان هو يمسك الديسكاون في النادي الاهلي. تمام. السكاوتنج في النادي الاهلي. طب السكاوتنج ده مين اللي هيكونه؟ طب مين اللي مش هيكونه؟ هو بص الموضوع بتاع الكرة دلوقتي في ايد شخصين اتنين، والتالت هو محمود الخطيب. بس محمود الخطيب بدأ يبعد نفسه شوية، لكن هو في دي اتنين والاتنين معروفين، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن الاستاذ ياسين منصور. تمام. هما الاتنين دول اللي ماسكين الموضوع، هما حابين انه. وخلي بالك خبر حصري برضه، محمد شوقي في احتمال كبير انه يرجع النادي الأهلي. محمد شوقي هو في احتمال كبير انه يرجع النادي الاهلي، وفك موضوع الناشئين ده، عمل شويه لبلبه شويه بس. تمام يعني السيستم هتشتغل تاني، والسيستم هيبدا يشتغل من بدايه الموسم الجديد. لكن الفكره كلها ان الراجل يمشي، الراجل يمشي قبل، لان هو ممكن العقد بتاعه لحد اخر 6/30/6. تمام. فهو مش عايزين يقعد لحد 30/6 عشان يبدا اول ما الموسم يخلص يبدا يشتغل، لان هم هياخدوا وقت بقى في الشغل، وياخدوا وقت ان هم ممكن يلعبوا ماتشات وديه علشان خاطر يبدا يجهز اللعيبه، يعرف يشوف المدرب اللي هيجي ده هيعوز ايه، مين اللي هيستمر معاه ومين اللي مش هيستمر معاه. تمام. لكن لو حسام البدري جه، لا حسام البدري اختيار موفق بنسبه 100%. لكن الاولى تاني، الاولى لو الاهلي هيلعب دوري ابطال افريقيا الاولى هو مدرب اجنبي، الاولى هو مدرب اجنبي. وخلي بالك احنا بيبقى لنا السبق، فالناس ما تطلعش، الناس بتاخد المعلومات. احنا اي نعم ما بتجيبش مشاهدات كتيره، بس الناس بتخطف المعلومه وتروح تطلع تبروزها بالمشاهدات اللي عندها وتطلع ترندات. واحنا الاصل بتاع المعلومه، احنا المعلومات بتيجي من الكنترول، بمعنى كلمه من الكنترول. المعلومات بتيجي من الاداره بتقول ان احنا بدانا نبعت جس نبض لكابتن حسام البدري، حسام البدري موافق، حسام البدري مرحب بالفكره بنسبه 100%. طب هنشوف بقى، هنشوف بعد النهارده هطلع اقول لك لو الاهلي هيلعب كونفدراليه بنسبه تتعدى 90%، لو الاهلي هيلعب كونفدراليه النهارده يبقى حسام البدري هو هيكون مدرب النادي الاهلي. كده الكلام بتاعنا احنا هيكون خلص خلاص كده. ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.